السلام عليكم ورحمة الله. ساديو ماني لاعب سنغالي مسلم وقع عقدا مع نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ 26 مليون جنيه استرليني لمدة 5 سنوات، وهذا يعني أن معدل راتبه الأسبوعي 100,000 جنيه. أول سؤال سأله الصحفي الذي نجح بأن يحصل على فرصة لإجراء لقاء معه، أول سؤال سأله بدهشة: كيف يكون هاتفك النقال بهذه الحالة المزرية ودخلك الأسبوعي 100,000 جنيه؟ فقال بكل بساطة: أنا خصصت لكل فرد من منطقتي راتبا قدره 70 جنيه، وأستخدم ثروتي في بناء المدارس والملاعب ومساعدة الفقراء. لماذا أقتني سيارات الفراري؟ ولماذا أحتاج لطائرة خاصة؟ لماذا الاستعراض بالسيارات والمنازل الفاخرة والطائرات؟ ماذا ستفيد هذه الأشياء العالم عندما أمتلكها؟ لست بحاجة لكل ذلك. أفضل أن يحصل قومي على بعض ما رزقته في هذه الحياة. لا شك أن في عالمنا المسلم من يملك أكثر مما يمتلك ساديو ماني السنغالي، ولا شك كذلك أن كثيرين منهم لا يملكون بعضا من أخلاق ساديو ماني. قد يحصل على الثروة وقد لا تتحقق مثل هذه الأخلاق. لماذا؟ لأن ذلك يستوجب وجود قاعدتين يعمل بهما ساديو ماني. الأولى: ماذا ستفيد هذه الأشياء العالم حين أمتلكها؟ الثانية: أن يحصل المحروم على بعض ما يوجد عندي. هذه قاعدة شعورية لا يعرفها البخيل الذي يبخل على الناس وعلى نفسه، ولا يعرفها الأناني الذي يبخل على الناس ويسرف على نفسه. هذه القواعد هي التي تصنع أخلاق ساديو ماني، وإن لم يتحقق ثراء ساديو ماني. كل واحد منا إن لم يبتلى ببخل أو أنانية يستطيع أن يوجه إنفاقه وإن قل ما يمتلك حسب هاتين القاعدتين: ماذا أفدت الناس؟ ولا بد أن يحصل المحروم على بعض ما أمتلك. الإنفاق هو الشعور بالغير وليس الإحساس بالامتلاء والفضل. ورب درهم بشعور سبق 100,000 درهم بامتلاء. حين يطلب مني ابني أو ابنتي مبلغا لشراء شيء أو مصرفا وأعطيه ذلك وأعلم أنه سيصرفه في لحظة أو ليوم أو ل3، أصاب بالهم وأشعر بالتأثم. عندما أعطي محتاجا نفس المبلغ أو أقل منه وأنا أعلم بحاجته وأعلم أنه سينفق منه على نفسه وأسرته شهرا أو أقل بقليل من شهر. أنا لا أوجب على الناس الإنفاق على غيرهم، لكنني أوجب عليهم الشعور بحاجة غيرهم. إنني لا أطلب مثالية ساديو ماني، لكنني أطلب الحد الأدنى من هذه المثالية. لقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على المسلمين وجعلها ركنا من أركان دينهم كي يصنع في المجتمع شخصية ساديو ماني ويكرس الشعور بمشاعر ساديو ماني. ماذا ستفيد هذه الأشياء العالم حين أمتلكها؟ وأفضل أن يحصل قومي على بعض ما رزقت في هذه الحياة. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني إياكم ما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.